مساء الخير. اليوم حبيت نشارك معكم وصفة تاع لوبيا أروع ما يكون، خاصة احنا الجزائريين نموتوا عليها وما يعقبش الشتاء تاعنا بأنه نديروها مرات بزاف، ساعات حتى مرة أسبوعيا. وراح تكون الطريقة سهلة ومكونات بسيطة، ماناش رايحين نكثروا فيها التوابل أو حاجة باش تبان البنة تاع اللوبيا. وهذا هو السر تاع المطاعم، أنه يخليو الطعم تاع اللوبيا يبان. اول حاجه انا مستخدمه هنا لوبيا جريني، ولا ما باليش شو اسمها، هذا النوع من اللوبيا، وتقدروا تستخدموا اللوبيا البيضاء عادي. وعندي كميه مليحه من الكرافس، حوالي 3 عواد ولا. انا كان عندي مكونجلي على بها كثرت الكميه. اذا كان فريش والنكهه تاعو قويه راح تستخدموا اقل. اما بالنسبه للتوابل، اهم تابل عندي كزبر، قد ما كان جديد ومليح قد ما راح تكون اللوبيا تاعكم هايله. زنجبيل، فلفل اكحل، راس الحانوت، فلفل حمار، وملح. وعندي زوج ورق رند. والاهم هنا انه راح نستخدم حبة بصلة كاملة شوية كبيرة مقارنة بالكمية تاع اللوبيا اللي راح نديروها. ونديرو الثوم. اول حاجه نبداو بها هنا، انه رحينا البصله تاعنا. انا درت حوالي 4 ملاعق تاع زيت. ودرت عندي فخاذة تاع دجاج هنا كان مكونجلي، وتقدروا تستغنيو عليه اطلاقا، يعني تقدروا ديروها نباتيه برك. ضفنا التوابل تاعي. وهنا في الحشيش راح نستخدمو الرند والكرافس، ما تستخدموش معدنوس ولا اي حاجه، باش تقعد النكهه تاع اللوبيا هذيك اللي نعرفوها تاع المطاعم واللي يديروها جداتنا بكري. هنا خصيت شويه طماطم، فلفل حمار عفوا تاعي مش احمر، على بها زدت شويه. ونخليهم يتقليو مليح باش الكزبر والثوم وكل حاجه تطلق البنه تاعها. ومن بعد نمرقها ونخليها تغلي. واكوتي نجي نوجد الزرودية تاعي. انا النوع الخضار الوحيد اللي نستخدمه مع اللوبيا هو زرودية، ما نحبش ندير انواع خضار واحد اخرين. كاين ناس يحبوا يديروا انواع خضار واحد اخرين، بالنسبة لي اللوبيا تمشي معها غير الزرودية برك. هنا نضيف اللوبيا تاعي ونخليها تغلي. انا درتها في الكوكوطة، يعني مش راح تحكم لي وقت. اما بالنسبة للنوع تاع اللوبيا هذا عامة هو ما يديش وقت، لكن اذا استخدمتوا اللوبيا البيضاء حاولوا تغليوها من قبل، تغليوها في الماء فقط، يعني طيب حتى نطيب باش تضيفوها للمرق هذا. او تقدروا ديروها مباشرة وديروا لها شوية كمية تاع قليلة تاع خميرة ولا تاع بيكربونات. وهنا تشوفوا كيما راهي طابت، هاي مازالت مايها، يعني نخليوها فوق النار شوية تخثير باش تجي المرقة تاعها خاثرة وبنينة. وكمية تاع والاستواء تاع اللوبيا كيما تحبوا، كيما انا هنا نحب انه كل حبة تقعد بحبتها، ما نحبش انه تذوب مرة. وفي الاخير عندي رشة خفيفة تاع بصلة، شوية دبشة ولا معدنوس للتزيين. والاهم الاهم الاهم انه نرافقوها بزيت الزيتون وكسرة، هذو هما اهم زوج حوايج. وتجي هايلة، وتجي المرقة تاعها اللون تاعها رائع. نتمنى تجربوها، واذا عجبتكم الوصفة نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش نشارك معكم وصفات بزاف.